برشلونة بيخسر تاني ماتش في الدوري بأداء برضه زي الزفت، زيه زي الماتش الأول. بل الماتش ده بالنسبة لي أسوأ، لأنك الماتش الأول على الأقل كنت مريح لعيبة اللعيبة الدكة ما لعبوش كويس، إنما أنت ده اللعيبة الأساسية وأداء زي الزفت، أداء زي الزفت. تشكيلة من هانز فليك أصلا من الأول، تشكيلة ما فيهاش يامال وأولمو. إزاي أنت مين عندك أصلا؟ أنت ليه بتلعب بأربعة في الوسط؟ فيرمان قلنا الماتش اللي فات لو لعبته جناح شمال هيبقى تمام، ليه بنلعبه جناح يمين؟ ليه فيرمان جناح يمين ورافينيا جناح شمال؟ طب ما تبدلهم من بدري لما لعيبتك الاساسيه كلها تبقى موجوده وتطلع بالشكل ده. لا، في حاجه غلط، في حاجه غلط. من اول الدفاع كله لعب ماتش زي الزفت النهارده. لعيبه سوسيداد كانوا بيتفننوا ازاي يغفلوا لعيبه برشلونه ودفاع برشلونه في مصيده التسلل. وهو ده بقى اللي كنا بنقوله على اللي هيعملوه الريال والبايرن. ما عملوهوش الريال والبايرن، عملوه ريال سوسيداد. ريال سوسيداد كسروا مصيدة التسلل دي اكتر من 10 15 مرة بكل سهولة. والعيال لولا ان هم كانوا بيروحوا ويضيعوا كانوا ممكن يجيبوا جوان كتير جدا. الماتش ده كان ممكن يطلع 4-5. لعيبة سوسيداد في كورتين اصلا مضيعينهم الجون فاضي، هم انفرادات بالجون كده. كوندي قدم ازبل ماتش ليه في مسيرته كلها. كوندي النهارده الواد الوينج بتاعهم ده يعني عمل عليه ماتش. كان دفاعيا وهجوميا مديله على وشه. بالدي كالعاده عرضيات زي الزفت، مفيش ولا عرضيه حلوه. في الدقيقه 90 يا جاحد، في الدقيقه 93 في اخر هجمه للفرقه راح ترفع لي كوره بيمينك. هو انت بتعرف ترفع بالشمال عشان ترفع باليمين؟ يعني انا مش فاهم ايه ده. انياجو وكوبارسي كميه باصات غلط ما شفتهاش من اول الموسم. كميه باصات وعدم تركيز، والفرقه اصلا ما بتتحركش لبعض، الفرقه كلها واقفه. يعني ريال سوسيداد عملوا ماتش بصراحه حلو جدا، كانوا بيلعبوا، كانوا ضاغطين اللي كان برشلونه بيعملوه في الفرق هم عملوه فيهم. ريال سوسيداد من اول دقيقه لاخر دقيقه كل لاعب من برشلونه معاه لاعب، يا دوب اول ما بيستلموا ضغط عليهم بشكل رهيب. ولا عارفين نطلع بالكوره، ولا عارفين نرقص، ولا عارفين نعمل اي حاجه. ديونج بدأ اول ربع ساعه حلو، او من بعد الجون الملغي. من بعد الجون الملغي ديونج ده حاجه قرف في الملعب بصراحه. يعني وفكره ان انت معاك كاساد وديونج في ماتش زي ده، ولامين كمان ما بيلعبش ومعاهم فيرمان، طب ليه؟ وفيرمان حطه يمين، انا دي هتجنني. رافينيا لحد الدقيقه 60 هو ما كانش موجود في الملعب، شبح مش موجود. ليفا من بعد الجون اللي جابه اللي اتلغى مش موجود. اللعيبه كلها واحد واحد النهارده كانوا زي الزفت بصراحه. كل الثنائيات الفرقه خسرتها، كل الثنائيات. مفيش كوره تقريبا لعيبه برشلونه دخلت في ثنائيه مع لعيبه سوسيداد وكسبوها. يعني المدافعين بقى والمهاجمين وكله. لعيبه سوسيداد تدخل تلاقي خدوا الكوره وخرجوا. العيال بيدخلوا كده بياخدوا الكوره ويخرجوا زي السكينه في الحلاوه، ما تفهمش فيه ايه. يعني مش فاهم ايه ده بصراحه. الكره التانيه ما فيش اي تركيز من لعيبه برشلونه، ما فيش اي تركيز بربع جنيه ان هم ياخدوا الكره التانيه. دفاع الفرقه كلها النهارده بصراحه كانت وحشه قوي. وفليك ما كانش بادئ الماتش احسن حاجه خالص، وما تداركش خطأه. يعني انت يا فليك، يعني انا شاكك ان ديونج ممكن يكون طلعه عشان الاصابه. يعني انت يا فليك المعروف عنك ان انت الشوط التاني بتنزل قاري الدنيا اكتر، بتلعب ماتش كويس. من اول دقيقه باين ان فيرمان مش حلو خالص في الناحيه اليمين، وقاتل كوندي من اسباب ان هو زي الزفت النهارده ان مفيش حد بيسنده في الجبهه دي. كوندي كان زي الزفت، فيرمان ما بيسندش معاه، هجوميا ما بيعملش اي حاجه. انت حاطط فيرمان ليه بره عدلته؟ هو فيرمان اصلا نقطه قوته ان هو على الجون كويس، لاعب شرس على الجون بيعرف يجيب جون. قلنا المره اللي فاتت ان هو على الشمال كان بيكون حلو وبيدخل وعايز يشوط، ليه بقى تحطه على اليمين؟ انت كده خلاص، انت كده فيرمان حطه على اليمين دي، انت يا يرفع يا يلعب لبره، مش هيعمل اي حاجه. طب ليه؟ ورافينيا خلاص، ما هو لامين، هو رافينيا بيلعب شمال عشان لامين موجود. لامين غايب يبقى تلعب رافينيا. من الشوط الاول اصلا فاتي ينزل في الحته الشمال. حتى لو هو وحش نزل عمل شغل، حرك الجبهه شويه. ليفا زي الزفت، اولمو الوحيد اللي اول ما نزل كان بيحاول يعمل شغل. رافينيا ما جاش الماتش اصلا، بدري ما جاش الماتش، كاسادو كان وحش قوي 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 بصراحه النهارده. باصات كتيره قوي بتطلع منه غلط. كوبو لاعب سوسيداد كان واكل على قفا لعيبه الوسط بالدفاع كلهم عيش، كان بيعدي من كاسادو كده، كان بيعدي من كوندي كده، ولا اي حد كان بيقول له انت رايح فين. انا بصراحه متضايق من الماتش ده بالذات، لان الماتش ده انت نازل بيه بالفرقه كلها، جاي من انتصار الابطال، جاي من انتصار على ريال مدريد وعلى البايرن وعلى ماتش رخم جدا وماتش فصيل قبل التوقف الدولي. كنت هتكسب وتروح التوقف الدولي فرق 12 نقطة ولا 11 نقطة مستريح بقى، بدل القرف اللي حصل ده.
يعني بصراحة ماتش وحش قوي من فليك قرا الماتش غلط، من بداية الماتش قاريه غلط، في نص الماتش ما غيرش بدري. باو فيكتور منزله في الدقيقة 90 يعمل ايه؟ يعني ما تنزله من الدقيقة 80، ما خلاص، ما هو واحد زي 10، مش فارقة بقى واحد بقى اتنين تلاتة، مش فارقة. ما تنزل اتنين مهاجمين وارفع بقى واعمل اي حاجة. ليه باو فيكتور يفضل كل الوقت ده؟ ماتش وحش قوي لبرشلونة، ماتش فيه كمية عشوائية وباصات غلط وتحركات ما بتحصلش. الفرقة تحسها كانت واقفة، الفرقة ما راحتش. برشلونة أول مرة من 10 سنين تقريبا ما يشوطش شوطة على الجون. وسيبنا بقى من كل ده، يعني احنا وحشين وكل حاجه. ايه الجون ده؟ الجون ده فضيحه. الجون ده فضيحه. حكم الماتش قال لفليك تقريبا بين الشوطين او في بدايه الشوط الثاني ما تكلمنيش، انا اكلم حكام الفار، ده غلطهم هم. ده دليل ان هم عرفوا انه الجون ده مش ما ينفعش يتلغي. ده فضيحه يا جدعان. انا الخطوط اللي اترسمت غلط. الرجل اللي في صوره كده، في صوره للتقنيه الاليه، تقنيه الفار الاليه دي او الخطوط الاليه. الصورة دي معمولة غلط، الصورة دي معمولة على رجل مدافع سوسيداد، مش رجل ليفا. الكرة دي مدافع سوسيداد رجله هي اللي كانت سابقة، وباينة من أول صورة، باينة من أول صورة. فدي فضيحة، دي فضيحة في الليجا. إن جون زي ده يتعمل، دي فضيحة، وده اللي قلب الماتش. برشلونة كان لو كانت جابت الجون ده كان خلاص بقى انسى، زي الماتشات اللي فاتت كلها. كسبنا من التحكيم زي الزفت، وفضيحه فضيحه فضيحه. واللي حصل النهارده ده فضيحه فعلا في اسبانيا والله. بس نسيبنا من ده، ادائنا بعد الجون ده زي الزفت، زي الزفت بصراحه. مفيش ولا لعيبه ولا في روح ولا في. فين يا جدعان اللي كان بيحصل قبل كده؟ يعني ايه ما نشوطش شوطه واحده على الجون في الشوط الثاني؟ يعني دي كارثه دي لوحدها. يعني ايه الباك الشمال عندي ما بيعرفش يرفع، ما بيعرفش يرفع. اي عرضيه لو ركزتوا مع بالدي، اي عرضيه بتخبط في المدافع اللي قدامه. فيعني ماتش وحش جدا. مش عارف بصراحه اقول إيه، بس ماتش مستفز وماتش يعصب ان انت بكل النجوم دي وما عرفتش ان انت تكسب او حتى تطلع بنقطه او تلعب يا عم حلو. كنت تلعب حلو حتى تحسسنا ان احنا بنلعب والماتش ده الحوار ده في برشلونه كارثه. برشلونه خسرت من اول الموسم 3 ماتشات، الثلاث ماتشات كانوا زي الزفت. برشلونه الماتشات التانيه كلها ال 14 15 ماتش اللي لعبوهم كانوا بيلعبوا حلو، كانوا بيلعبوا حلو وكسبوا. باقي الماتشات كلها ما اعتقدش ان برشلونه، ودي مشكله في برشلونه، ان انت اليوم اللي هتبقى واقع فيه انت مش قادر حتى تسجل او تطلع بنقطه تعادل. انت كل ماتش هتبقى وحش فيه انت هتخسر. دي كارثه. دي كارثه ان انت في 17 ماتش او 16 ماتش تبقى حلو في 13 فتكسب ال 13، وتبقى وحش في 3 فتخسر الثلاثه. دي كارثه بالنسبه لي. انت على الاقل تطلع بتعادل. فماتش وحش جدا من برشلونه ومن فليك ومن اللعيبه كلها. ولازم يبقى في وقفه على الموضوع ده، ان انت في لعيبه ما ينفعش تخش التشكيله تاني بصراحه. في لعيبه لازم حل بسرعه في الموضوع ده. ديونج ده يعني انا مش فاهم خلاص. انت عندك ثلاثيه اولمو وبدري وكاسادو، دي ثلاثيه كويسه جدا. جافي ينزل من بدري، جافي راجع بقاله فتره خلاص، وانت اديته كده كده نص ساعه في ماتش الابطال. ليه مديله اخر 5 دقائق؟ كاسادو باين انه من اول الماتش او من اول الشوط الثاني هو وحش جدا مش فايق. فماتش بصراحه وحش جدا، ماتش هتحمله الفرقه كلها بفليك كمان. بالتحكيم طبعا اللي بوظ الماتش بدري بدري، والفارق اللي قل مع ريال مدريد ده احنا مش عارفين بقى بعد التوقف الفرقه هترجع عامله ازاي ولا ايه اللي هيحصل. ربنا يستر بقى. بس دي كانت حلقه النهارده، حلقه بعد الماتش على طول عن برشلونه. ما كنتش حاطط في دماغي ان انا هنزلها اصلا بعد الماتش، بس ما كانش ينفع الكلمتين دول يستنوا لبكره. وبس كده، سلام.